سلام عليكم. دي قناتك الدليل وأنا إيهاب ياسين. أتمنى إنك تعمل لايك واشتراك في القناة. يلا بينا ندخل على القصة على طول. قصتنا النهاردة حقيقية ومقلقة جداً. قصة عن شقة في محافظة الفيوم في مصر. شقة اتحولت من حلم جميل لعائلة بسيطة لكابوس مرعب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الحكاية بتبدأ سنة 2009 مع عائلة كل اللي كانت بتحلم بيه هو الاستقرار في بيت ملكم. ولما لقوا الشقة دي بسعر مغري جداً افتكروا خلاص إن تعبهم انتهى. بس الحقيقة إن دي كانت مجرد بداية لشيء أسوأ بكتير. ولكن كانت هناك غرفة ثالثة في نهاية الممر مكتومة وبدون نافذة. الجملة دي كانت أول علامة إن في حاجة مش مظبوطة. يعني الشقة تبان مثالية من بره، لكن الغرفة الغريبة والمظلمة دي كانت زي إنذار مبكر إن البيت ده مخبي وراه سر فظيع. طيب، خلونا نرجع للبداية خالص. إيه حكاية الشقة دي اللي كانت تبدو مثالية؟ وإيه هو بالظبط سر الغرفة الغريبة دي اللي خلت بنتهم تقلق من أول لحظة دخلتها؟ العائلة دي كانت محتاجة البيت ده فعلاً. الأب تعب وشقي سنين عشان يأمن مستقبلهم، وبنتهم أسماء كانت تحت ضغط نفسي رهيب عشان تدخل كلية الهندسة. فالشقة دي ما كانتش مجرد حيطان وسقف، لأ، دي كانت تتويج لسنين من الكفاح وأمل في بداية جديدة وحياة مستقرة. تصميم الغرفة ده لوحده غريب ومقلق. فكروا فيها لحظة، ليه ممكن حد يسد شباك بالطوب مش بستارة ولا حتى بلوحة خشب؟ لأ، ده قفلها قفل دائم ومحكم. التفصيلة دي بالذات هي اللي زرعت أول بذرة شك في قلب أسماء. في الأول كانت السعادة مالية البيت الجديد، بس للأسف السعادة دي ما استمرتش طويلاً وبدأت تختفي تدريجياً عشان يحل محلها تجارب غريبة ومخيفة. تجارب كانت أسماء بس اللي بتعيشها في البداية. الوضع اتغير بسرعة مرعبة. يعني في خلال أسبوع واحد بس إحساس الأمان في البيت الجديد اتحول لخوف وترقب مستمر. اللي بدأ كخيال بيعدي في ثانية اتحول لروتين يومي من الرعب اللي صعب أي حد يتحمله. واللي كان بيزود رعب أسماء أكتر هو إحساسها إنها لوحدها تماماً. يعني هي عايشة في كابوس حقيقي، ووالدتها في نفس الوقت بتقدم تفسيرات منطقية وبترجع كل حاجة لضغط المذاكرة. الأم طبعاً كانت بتحاول تطمنها، لكن من غير ما تقصد كانت بتدفنها أكتر في عزلتها وبتخليها تشك في نفسها وفي عقلها. هنا بقى الموضوع خرج عن السيطرة، ما بقاش مجرد همسات أو خيالات بتعدي، لأ، الظواهر بقت أوضح وأجرأ، من ضحكات مرعبة لأصوات غريبة لغاية ما وصلت للمسات جسدية. الكيان اللي في الشقة ده كان بيعلن عن وجوده بقوة أكبر وبيحول قلق أسماء لرعب حقيقي. ودلوقتي وصلنا لنقطة التحول الرئيسية في القصة كلها. قرار بسيط جدا خده الأب بحسن نية تامة، وهو إنه يفتح الشباك المقفول ده. القرار ده كان على وشك إنه يفتح بوابة لمستوى تاني خالص من الرعب. فتح الشباك ما كانش مجرد إصلاح بسيط في الشقة، لأ، ده كان أشبه بكسر ختم كان بيحبس حاجة معينة. فجأة كل اللي كان مستخبي ومتردد بقى واضح وصريح وعدواني بشكل لا يصدق. اسمعوا الوصف ده. الظل اللي كانت بتشوفه لثانية بقى بيستنى ثانيتين أو 3 ثابت وبيراقبها في الممر. التحول ده مرعب، من مجرد شيء بيعدي بسرعة لكيان بيراقب بوعي. أسماء ما بقتش بس حاسة بوجود غريب، لأ، دي بقت حاسة إنها مطاردة جوه بيتها. لحد اللحظة دي كل الأدلة اللي كانت عند أسماء كانت غير مادية، يعني مجرد أصوات وخيالات، حاجات ممكن أي حد يقول إنها بسبب الإرهاق أو التوتر. لكن كل ده كان على وشك يتغير بطريقة بشعة وملموسة. هو ده السؤال اللي كان أكيد بيدور في دماغ أهلها، ويمكن حتى في جزء صغير من عقل أسماء نفسها. هل ممكن العقل البشري تحت الضغط يوصل إنه يخلق كل الرعب ده؟ ولا في حاجة حقيقية فعلا بتحصل؟ كلمة واحدة بس، لكنها غيرت كل حاجة. الرعب ما بقاش في عقل أسماء وبس، لا، ده بقى على جسمها، دليل مادي ومؤلم ومستحيل حد يتجاهله. مع ظهور الكدمات دي كل التفسيرات المنطقية اتبخرت، كل الشكوك انتهت. في اللحظة دي بالذات الأب والأم أدركوا إن الخطر اللي بيواجه بنتهم مش وهم، ده خطر حقيقي وملموس ومفهومش هو إيه بالظبط. بعد ما الخطر بقى مادي وملموس، العيلة اتحركت بسرعة عشان تدور على إجابات، ولقوا نفسهم قدام تفسيرين عكس بعض تماماً. العائلة كانت قدام اختيار صعب،
يمشوا ورا العلم ولا ورا عالم ما وراء الطبيعة؟ الدكتور قدم تشخيص منطقي وعلاج، بس ما جابش أي نتيجة. أما الشيخ فقدم تفسير خارق للطبيعة، تفسير يمكن يكون غريب، بس هو الوحيد اللي كان بيفسر كل حاجة حصلت، خصوصاً سر الشباك المقفول. الأب ما اكتفاش بكلام الشيخ وقرر إنه لازم يتأكد بنفسه. القصة الرسمية من ابن صاحب الشقة كانت عادية جداً، وفاة طبيعية. لكن الحقيقة اللي كشفها جار قديم كانت مختلفة تماماً، وأكدت أسوأ كوابيسهم. هم فعلاً عايشين في بيت كان ملك لساحر. طيب بعد ما الحقيقة المرعبة دي انكشفت، إيه اللي حصل للعائلة؟ وهل أسماء قدرت ترجع لحياتها الطبيعية تاني؟ لحسن الحظ، قصة أسماء ما انتهتش في شقة الرعب دي. هي قدرت تنجو وتتجاوز الصدمة وتبني الحياة اللي كانت بتحلم بيها. ورغم أن الذكريات دي أكيد لسه معاها، لكنها ما سمحت لهاش إنها تدمر مستقبلها. ونختم قصتنا بسؤال مرعب في حد ذاته. تخيلوا لو الكدمات دي ما ظهرتش أبداً، هل كان أهلها هيصدقوها في يوم من الأيام، ولا كانت هتفضل عايشة الرعب ده لوحدها والكل شاكك في قواها العقلية؟ سؤال بيخلينا نفكر في معنى التصديق وقوة الدليل المادي، ويمكن كمان بيخلينا نفكر إن الرعب الحقيقي أحياناً هو إن محدش يصدقك. فيا صديقي العزيز، دي كانت قصتنا النهاردة. هستنى تعليقاتكم على القصة. كنتم مع إيهاب ياسين في قناتكم الدليل.